عملوا بقى المكشوفة والمكسوفة، ومش عارفة حقيقي هما بيجيبوا الترندات للأسامي دي منين، أو ايه علاقتها بالديزرت عموما، أو مين اللي بيدرس المدرسة دي. حقيقي معرفش، لو عرفتوا قولولي، عشان أنا حابة أروح أخد كورس عنده وأعرف الترندات اللي جاية في الحلويات، أو في فنون الطهي عموما أدرسها. معانا النهارده الجلاش القمر اللي انتوا شايفينه ده جلاش حلو هنحشيه كل الحشوات. وانا كنت بفكر اسميه جلاش ابن الحلال، بما انهم عملوا المكسوفه والمكشوفه. لكن بيني وبينكم ما يصحش الا الصحيح. ولازم نسميه في الاخر هو جلاش، وجلاش محشي، وجلاش حلو. في الاول الكريمه بتاعتنا، وكنا عملناها قبل كده في الفيديو السابق بتاع الكنافه، وانا هسيب لكم كل المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، ما تنسوش. عندنا هنا لفة جلاش، وعايزة اقول لكم ان انا استعملت لفة ونص حسب الصينية بتاعتكم، لكن عايزة اقول لكم ان هي بتاخد كمية كبيرة. طبعا انا عندي خليط ما بين الزبدة والزيت، وطبعا حاطة معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهمسك كل ورقتين وادهنهم واطبقهم زي ما حضراتكم شايفين. هنا كنت بحشي المهلبية بتاعتي، تقدروا تحشوا الحشوات اللي انتوا عايزينها، سواء كاستر او مهلبية او مكسرات زي ما تحبوا. عايزة اقول لكم ان الجلاش ده كمان هنعمله في وصفة تانية كمان حادق، وبيطلع جميل جدا وشكله حلو قوي للعزومات. انا حطيت هنا المهلبية بتاعتي، طبعا بعد ما بردت حطيتها في كيس عادي مش حلواني، وهبدأ احشي بيها اللي عندي، وهنلفه بورمة. هنلفه طبعا بورمة، وبعد كده هناخد هنقطع اول مقاس عندنا. طبعا انا نسيت اصور لكم الخطوة دي، لان انتوا عارفين قد ايه الوقت بتاع رمضان بيكون ضيق. عايزه اقول لكم ان الموضوع سهل خالص، انتوا هتلفوه بورمة وتحشوه بالحشوة اللي انتوا عايزينها. وبعد كده هتقطعوا اول صابع. هتقطعوا عندكم البورمة دي صوابع، بس طبعا هتاخدوا اول صابع على مقاس الصينية اللي عندكم. انا عندي هنا صينية اللي هي بيكون ليها قاعدة متحركة، اللي هي بتبقى مفتوحة قطعتين. طبعا لو ما عندكوش تقدروا تعملوا في صينية عادية، لكن مش هتقدروا تطلعوا الشكل النهائي اللي موجود في الفيديو، لان طبعا اي صينية تانية هتلزق، ومش هتعرفوا تفكوا القطعة اللي هي بتكون في الجنب دي. يعني هي الفكرة كلها ان احنا في الاخر ناخد الشكل اللي انتوا شايفينه. كنا دهنين الصينيه بتاعتنا كويس، ورصينا فيها كل صوابع الجلاش اللي عندنا. وعايزه اقول لكم ان الصينيه دي كانت مقاس 30، وخدت معايا لفه ونص من الجلاش. طبعا بعد ما رصيناه هنكون محضرين عندنا زبده مع زيت، يكونوا طبعا سخنين، وهنسقي بيهم الجلاش بتاعنا وندخله الفرن. عايزه اقول لكم هندخله في الرف الوسط على نار متوسطه، وناخد بالنا منه كويس جدا. وعايزه اقول لكم لازم تراعوا ان يكون كله مستوي، لان هو طبعا مرصوص جنب بعضه، فممكن تلاقوا اللي بيكون على الحروف مستوي لكن اللي في القلب بيكون لا. فلازم تخلوا النار عندكم وسط، وتتأكدوا كل شوية ان هو استوى من كل النواحي، سواء من بره او من جوه. طبعا هنا بعد ما كان طلع وبرد، وفكينا الاطار اللي كان في الجنب، وكمان كنا محضرين السيرب. عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تحطوا سيرب، تحطوا عليه اي صوصات عندكم، كراميل، مربى حليب. طبعا لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوني تعملوا اشتراك في القناة، ولو انتوا بتتابعوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير، عشان احنا بنكبر بيكم وليكم. انا شيف ريهام عرابي، ودي قناة. هنا كانت وصفتنا خلصت، وعايزه اقول لكم ان انا في الاخر بعد ما حطيت عليه السيرب اللي انا كنت حاشيه مهلبيه، كان عندي هنا صوص فراوله زي ما انتم شايفين، فحطيت على جزء منه، وقد ايه كان اداله لون حلو وكمان طعم حلو. يعني كمان تقدروا بعد ما تخلصوا تحطوا كريم شانتيه، تحطوا صوص فراوله، كل اللي عندكم. يعني عايزه اقول لكم ان جلاش مختلف بحشوات مختلفه مع بعض في صينيه واحده. تقدروا تحطوا سيرب، تحطوا اي صوصات، تحطوا اي جناش عندكم، اي حاجه. يعني هو متعدد، وفي الاخر بتاخدوا نتيجه كويسه، وكمان نتيجه فخمه وفاخره. وتقدروا تعملوها تغيير في العزومات، طبعا في رمضان تقدروا تهادوا بيها كل حبايبكم، وتطلع معاكم بالنتيجه الحلوه دي. يا رب اكون وصلت لكم الوصفه، وتقدروا تعملوها وتطلع معاكم بنفس النتيجه دي. وطبعا ما تنسوش تاني ان انا اقول لكم ان انتوا تدعموني باشتراك في القناة ولايك وشير. شكرا لحضراتكم.